في شارع عينه. بدأت شغلي أو ما اشتغلتش بره البحيرة أصلا، وبالذات في تحديد أبو حمص أكثر من 6 شهور، إنما من سنة 80 وأنا لن أغادر مركز أبو حمص. ما ساعدش للإدارة، إنما يمكن أنا اتكلفت، والتكليف مش هنقول إن هو تشريف، التكليف مهمة صعبة لأنها بتعتبر نفسك أمانة وأنت حملتها، وأتعشم أن أنا أقدر أقوم بيها على أكمل وجه. أكيد في كل مكان فيه سلبيات والكمال لله وحده، بس إحنا لو قلنا الأسباب بترجع لعوامل، يعني معظمها أو 70% منها بتبقى العنصر البشري. إحنا للأسف يعني عندنا، إحنا شعب بنعرف واجباتنا كويس قوي قوي، إنما حقوقنا لا، الكل يتصلح إلا أنا. أعتقد هي دي أحد أما الباقي فبتبقى إمكانيات، والإمكانيات إحنا بنحاول نوفرها بقدر الإمكان، إذا كانت أدوية أو أجهزة أو ما إلى ذلك بقدر المستطاع. إنما أعتقد إن إحنا لو العنصر البشري بدأ بنفسه، إحنا هنكون، مش هنقوله من أفضل المستشفيات، إحنا مصر كلها ممكن تكون من أفضل الأمم في العالم لو بطلنا الأنا إلا أنا. الخدمة موجودة 24 ساعة طوال الليل والنهار، وعندي طقم من نبطشية من الأطباء في جميع التخصصات موجود. إنما للأسف الحاجات الحقيقة إحنا شعب كثير الشكوى في غير محلها. النبطشي ما بيغادرش السكن، إنما ممكن يستدعي له حد من المتخصصين لما تكون الحالة. واخد بال حضرتك؟ إنما النبطشي لا يغادر المستشفى، النبطشي الاستقبال متواجد، التمريض متواجد. إن إحنا مشكلتنا كلنا عارفين التليفونات، بيبقى معايا واحد قريبي على صلة بأحد الناس، يقوم متصل بيه الحق العيان في الاستقبال مش لاقي حد، رغم انه بيكون عندي واقعة ثابتة واللي اشتكانا فيها أحد الأطباء سماعي، لأنه استمع من المريض رغم من المريض أخذ خدمته في خلال ربع ساعة بالضبط من لحظة دخوله المستشفى وخروجه، وكانت حادث وكتابة التقرير الطبي، ومع هذا اتكتبت فينا شكوى أن المريض لن يجد من يقابله. إنما المستندات أثبتت عكس هذا. يعني أنا الواحد بس بيرغب إن الناس تتفهم إن إحنا إنه بيتعامل برضو مع بشر. واخد بال حضرتك؟ مش آلة، مش آلة. الاحترام والود مطلوب. يعني اللي نفسه ان هو يتفاهم ان هو بيخدمه، بيقدم له خدمه، مش واحد جاي. يعني يمكن اكتر ناس بيتعرض للهجوم واحد، الهجوم هقول لك ايه، المعنوي والجسدي من الناس. احنا بنتعرض رغم انه بابا ياخد خدمته وبتأدي له على اكمل وجه، انما احساسه ان انت بتقدمه، او يعني احنا معرفش، احنا كمصريين عندنا نوع من الحب الشكوى والاعتماد على الخدمة المجانية، وفي نفس الوقت تحقيرها والتقليل من شأنها. يعني متخيل ان هو طالما انه مش هيكون عدواني مع اللي بيقدمها له، متخيل انه مش هياخد حقه، مع ان ده مش صحيح. الخدمة احنا قاعدين عشان نخدم الناس 24 ساعة، بنتمنى تعاون الناس معانا وتفهم ظروفنا او وجودنا او ادمياتنا، احترام ادمياتنا. احنا مش طالبين اكتر من احترام ادمياتنا. عندنا عجز في بعض التخصصات المهمه زي تخصص العنايه المركزه، الحقيقه بنحاول نعوضه بالاعتماد على اطباء الموجودين في المستشفى، اللي هم الاطباء المقيمين بتوع البطن، رغم انهم قليلين، والتعاقد مع استشاري من بره من جامعه اسكندريه. الحقيقه الراجل خلى، يعني انا اقدر اقول ان هو خلى العنايه المركزه بتاعه ابو حمص يعني من ابرز واجمل وافضل العنايات الموجوده في المحافظه كلها. احنا ما عندناش جهاز يعني كل الحالات الحقيقه بتتحول لعمل اشعه مقطعيه او حالات الاوعيه الدمويه، لان احنا ما عندناش هذا التخصص. يعني احنا ما عندناش تخصص الاشعه، جهاز الاشعه المقطعيه مش موجود، تخصص الاوعيه الدمويه عندنا مش موجود، تخصص جراحه المخ والاعصاب مش موجود. فالحالات دي ما بنقدرش نتعامل معاها، فبنحاول. جاري الخطوات اللازمة في ان احنا نأسسها، وابتدينا نعمل اتصالات مع ناس، جمعيات، مع اشخاص
يعني يقدروا يتعاونوا معنا في هذا الأمر، وإن شاء الله قبل ما أطلع المعاش هكون كونتها بإذن الله. الغضب، وأنا يعني أنا مش هقول إن أنا حد واجهني بيه، إنما أنا ممكن أستنتجه. المستشفى كانت في فوضى إدارية، حضور وانصراف ملوش ميعاد، دفتر مفتوح في أي وقت، أي حد بيتمضاله. وأنا مش هنقول إن أنا قضيت على المشكلة دي 100%، إنما الانضباط الإداري ده جزء أساسي من شغلنا، لأن إحنا عندنا أعباء على مدار ال 24 ساعة. أنا مش موظف باجي أمضي وأمشي، ده أنا بتعامل مع بشر ومع أرواح، وهذه الروح وهذا البشر محتاج ناس تقابله وتقدم له الخدمة. مش هتيجي تمضي وتمشي أو حد يمضي لها ويمشي. ثانيا هنيجي تاني على الثورة العارمة من التمريض. التمريض كان 90% منه بره، خارج الخدمة، واخد بال حضرتك، بحجج وهي يا اما قرارات عمل مخفف، رغم ان قرار العمل المخفف لا يعطيهم الحق من الاعفاء في النبطشيات، بل هو ملزم بكل الالتزامات الوظيفيه ليهم. وحتى القرار لو خدوه وقروه كويس هقول لك انه لا يخفض عدد ساعات العمل اليوميه، ولا عدد ساعات الايام الاسبوعيه، ولا الالتزامات الوظيفيه. احنا كنا بنطبقه بطريق خطا. انا جاء وقت ما كنتش لاقيه تمريض اشغله في المستشفى بحجه التسريب والاعفاءات اللي هي ملهاش يعني اي سند قانوني. واعتقد ان هو ده معظم غضب المستشفى بهذا السبب، لهذا السبب. والله انا بحاول ايجاد موارد، واعتقد ان انا عملت اجتماع مجلس اداره لمحاول كان كله الاساس منه تزويد او زياده موارد المستشفى عشان اغطي الانفاق، لان احنا عندنا الانفاق عالي جدا 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 وموارد في منتهى المحدوديه. الاجتماع ده كله كان بينصب في هذه، انما حاجات بسيطه، خدمات بياخدها المواطن العادي ممكن بتتقدم بره بالاف، بعشرات الالوف من الجنيهات، انا ممكن اقدمها له بمبالغ بسيطه جدا جدا الحقيقه، زي جهاز السي ار، زي منظار الكلى، مناظير المسالك البوليه، الرسوم، بعض الرسوم على بعض الخدمات للمواطنين. مش هتكلفه كتير، انما هتبقى مورد للمستشفى. واعتقد ان بعد ما يجينا الرد باذن الله دي هتساعدنا كتير في ان احنا نغطي نفقات المستشفى ان شاء الله. يعني اللي انا بطلبه من الناس انها تحس ان المستشفى ده مكان لخدمتهم اولا واخيرا. حافظ على العنصر البشري اللي بيشتغل، ده اخوك وده اختك وابن عمك، ما تهينهوش، ما تضربهوش. الانسان ده جاي بيخدمك مش عشان تهينه، مش لان الخدمه مجانيه كرامته مباحه لك. المفروض ده مكانك، حافظ عليه، حافظ على نظافته. مش معقول انا اخدم العيان واخدم مرافقين، اي شيء مش ممكن. انا عندي عدد العملاء قليل جدا، الزباله بتترمي علينا من الشبابيك، بتترمي في دورات الميه وبتسدها، وفي الاخر بنطلع نقول انها مستشفى زباله، رغم ان احنا الاساس في سوء حالتها. الباسكت بتبقى محطوطه جنب حضرتك، يا ريت ترمي الزباله فيها. السله بتاعت المهملات بتبقى موجوده جنب حضرتك، بدل ما حضرتك ترميها في الزباله، يا بترميها عليها من الشباك وتدخل عليها المكتب، يا بترميها في دورة الميه وتسدها وترجع تقول المستشفى زباله. فرجاء عشان اقدر اخدم العيان بتاعك صح، يبقى الجو المحيط بيه صحي، ساعدني. بلاش حكايه الحصر والبطاطين وما بلاش ننقل عفش البيت معانا واحنا جايين نزور مريض او نرافق مريض، مفيش داعي. حتى لو عايز تاكل حضرتك تقدر تاكل لقمتك بره، مش تقلب لي سرير المريض مطعم، لان ده فيه خطوره على حياه المريض، هتلوث جرحه، هتهدر صحته، مش في صالحه. اعرف ان مواعيد الزياره لها مواعيد، مش عشان اضايق عليك، لا، ده عشان مريضك يرتاح، عشان انا اقدر اخدمه. الزياره المفروض لها ساعات محدده، حضرتك احترمها، احترم هذه الفتره المحدوده، لان انا بعد كده عايزه انظف حوالين مريضك، عايزه انفذ له علاجه، عايزه اريحه، لانه في النهايه هو مريض محتاج للراحه، مش للازعاج. كم الازعاج انت يمكن ده انت شايفه ان هو نوع من المشاعر الحميمه اللي بتظهرها لمريضك، انما في نفس الوقت انت بتضره، ما انتش في صالحه. فنرجو التعاون، المستشفى بيتكم، حته منكم بتخدمكم، ايدكم معانا عشان نشيلها، نعينها
نرفعها لفوق ونرفع مستواها، ما ننزلش بيه ونرجع نقول مستشفى سيئة.